فيلمنا النهاردة بيبدأ بجزيرة صغيرة موجودة في وسط النهر، وعلى الجزيرة دي بنشوف مجموعة كبيرة من الطيور وبنعرف إن اسمها الجافن. ومن وسط الطيور دي بنلاقي كائن صغير وبنفهم إنه من ضمن مجموعة كائنات اسمها البوكو، واللي بيبدأ يتكلم ويعرفنا بنفسه وبيقول إن اسمه أولي. وبنلاحظ إنه بيتسلل بهدوء علشان طيور الجافن ما تاخدش بالها من وجوده، وبيروح يجمع بواقي الأكل من على الأرض لأنه بيبقى جعان جدا. وبمجرد ما بيلاقي ثمرة كاملة واقعة قدامه بيفرح وبيقرب منها علشان ياخدها، ولكن فجأة واحدة من طيور الجافن بتشوفه وبتبدأ تهاجمه وبتحاول تمسكه. وفي اللحظة دي الزمن بيقف وبيبدأ أولي يتكلم عن نفسه أكتر، وبيقول إن ده مش أسوأ يوم في حياته وإنه متعود على كده، وبيرجع بالزمن للماضي وبيبدأ يحكي قصته من البداية. وبيقول إنه أيام ما كان لسه صغير الفضول هو اللي كان بيتحكم في كل تصرفاته. وفعلا في الوقت ده بنشوف أولي لما وصل النهر وكان فرحان بيه وعاوز ينزل يستكشفه، ولما لاحظ إنه مش هيقدر يتنفس تحت المية حاول يستغل الإناء اللي معاه وحوله القناع علشان ينزل بيه، ولكن للأسف خطته فشلت تماما، وعلشان كده حاول يصلح القناع ده. ووقتها جات له فكرة مجنونة وقرر إنه ينفذها، وقدر يستخدم عسل النحل في تصليح القناع وثبت عليه نبتة شبه الأنبوب علشان يقدر يتنفس منها. ولكن للأسف كل المحاولات اللي أولي كان بيجربها كانت بتفشل، وبالرغم من كده أولي ما استسلمش وقرر يستخدم قطعة من الخشب علشان تطفو بالأنبوب فوق سطح المية. وبفضل الفكرة العبقرية دي أولي قدر ينزل لأعماق النهر لأول مرة في حياته، ووقتها كان باين عليه إنه فرحان جدا ومنبهر بجمال المنظر وشكل الكائنات اللي بيشوفها تحت المية. وبيتفاجئ لما بيقابل سمكة كبيرة شكلها مميز وجميل جدا، وبيروح يقرب منها وبيبدأ إنه يأكلها من ورق الشجر. ولما السمكة دي بتيجي تقرب من أولي والده بيجي فجأة وبيخرجه من النهر وبيجري بيه بسرعة وهو خايف لأنه متخيل إن السمكة دي كانت رايحة علشان تاكله. وبعد شوية بنروح لبيت أولي وبنشوف والده ووالدته وهم بيلوموه على اللي هو عمله، وبيحذروه من فكرة إنه يبعد عن الجزيرة لأنه كده بيعرض حياته للخطر. وبالرغم من كل الكلام ده أولي ما بيكونش مهتم بكلامهم، وبيبدأ يحكي لهم عن الأسماك والكائنات الجميلة اللي هو شافها في أعماق النهر. ولما والده بيلاحظ قد إيه هو فرحان بيتعصب جدا وبيفهمه إنه خايف عليه، وبيأكد له إن كائنات البوكو ما ينفعش يبقوا فضوليين علشان ما يعرضوش حياتهم للخطر، وبيفكروا إنهم بيمتلكوا حاسة شم قوية علشان يشموا بيها ريحة الخطر ويبعدوا عنه. ولما جدة أولي بتلاحظ إنه مش مقتنع بتقرر تتدخل وبتبدأ تحكي له عن قصة الذئب الناري اللي حرق الوادي بتاعهم، وبتسترجع ذكرياتها في الماضي وبتعرفه إن زمان كائنات البوكو كانوا عايشين في سلام مع باقي الحيوانات، ولكن كل حاجة اتغيرت لما ظهر ذئب مفترس وحول حياتهم لجحيم. وبسبب اللي حصل ده كائنات البوكو وباقي الحيوانات عاشوا في رعب لفترة طويلة جدا، وده لحد ما ظهرت كائنات عملاقة اسمها الديزو، واللي كانت لطيفة مع الحيوانات لدرجة إنها قدمت لهم نبتة سحرية مضيئة. ووقتها بنفهم إن النبتة السحرية دي كانت بتمتلك قدرات عظيمة جدا، زي إنها بتقدر تغير أي حيوان بيلمسها وبتحوله لحيوان تاني مختلف. وبفضل النبتة السحرية دي كل الحيوانات قدروا يتواصلوا ويفهموا بعض، ولكن للأسف الوضع ده اتغير لما الذئب المفترس قدر يسرق واحدة من النباتات السحرية. وبسبب اللي حصل ده الذئب استوحش أكتر وتحول لذئب ناري شكله مرعب وشرير جدا، وبدأ يهاجم كائنات الديزو بكل عنف وقدر إنه يقتل 4 منهم، وبعدها طرد الباقي وبعدهم عن الوادي تماما علشان يحكموا. وكمان تسبب في انهيار صخري وسد مجرى النهر ومنع دخول كائنات الديزو نهائيا. وبنرجع تاني لأولي وهو بيسمع القصة دي وبيبان إنه منبهر جدا، وفي الوقت ده جدته بتكمل حكايتها وبتأكد له إن الذئب الناري لسه عايش، وبتعرفه إن هو اللي لسه بيحكم الوادي لحد دلوقتي ولكنه ما بيظهرش خالص. وبالرغم من كل التفاصيل اللي في الحكاية دي أولي ما بيبقاش خايف، وبيقول لجدته إنه كان متوقع إن القصة هتكون مرعبة أكتر من كده. وساعتها والده ووالدته بيستغربوا من رد فعله وبيتضايقوا أكتر، وبيفهموا إن ابنهم فضولي زيادة عن اللازم وإن ده هيعرض حياته للخطر، وعلشان كده بيقرروا ياخدوه في جولة على جزيرة كائنات البوكو. وفي الجولة دي أولي بيتعلم طريقة فتح ثمرة معينة اسمها البيبلت، ووقتها بنفهم إن البيبلت هي الأكلة الأساسية اللي كائنات البوكو بيتغذوا عليها. ومن ناحية تانية بنشوف كل كائنات البوكو وبيبان إنهم متعاونين مع بعض، وبيظهر إنهم فرحانين ومبسوطين جدا في حياتهم، وده علشان عندهم مخزون كبير من الأكل وعايشين في سلام على جزيرتهم. وبنرجع تاني لأولي اللي بيشوف عصفورة صغيرة من طيور الجافن نازلة على الجزيرة بتاعتهم، وبيقرر إنه يروح يدور عليها لحد ما يلاقيها
يلاقيها لأنه فضولي جدا، وبفضل حاسة الشم القوية اللي عند أولي بيقدر إنه يحدد مكان العصفورة، وبمجرد ما بيقرب من ثمرة البيبلت اللي وقع على الأرض العصفورة بتاخد بالها من وجوده وبتحاول تخوفه بأي طريقة، ولكن الغريب إنها ما بتأذيهوش وبتروح تقف جنبه. وكالمتوقع هما الاتنين ما بيبقوش فاهمين كلام بعض، ولما أولي بيلاحظ إنها جعانة بيروح يفتح لها ثمرة البيبلت وبيوريها إزاي تفتحها، وفعلا العصفورة بتقرب من ثمرة البيبلت وبتبدأ تاكل منها، وبيبان إنها معجبة بطعمها جدا وبتدي أولي واحدة علشان ياكلها، وكمان بتروح تجيب له ثمرة تانية وبتتعلم منه إزاي تفتحها. وفي اللحظة دي العصفورة بتفرح جدا وبتشكر أولي على مساعدته ليها. وفجأة والد أولي بيجي وبيتضايق لما بيشوفه وهو بيعلم عصفورة الجافن إزاي تفتح ثمرة البيبلت، وفجأة وعلى غير المتوقع العصفورة بتخرج صوت عالي جدا، وبسبب الصوت ده طيور الجافن الكبيرة بتتجمع وبتنزل على جزيرة البوكو. والمصيبة إن العصفورة الصغيرة دي بتروح لهم وبتبدأ تعلمهم إزاي يفتحوا ثمرة البيبلت. وفي اللحظة دي في عدد كبير من طيور الجافن بينزل على جزيرة البوكو وبيبدأوا كلهم ياكلوا من المخزون بتاعهم وبيخلصوا على كل ثمار البيبلت اللي بتقابلهم. وكالمتوقع والد أولي بيبقى مصدوم جدا من اللي حصل، وبيفضل يلوم ابنه على اللي هو عمله وما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل ايه أو يتصرف ازاي. وفي اللحظة دي بنفهم ان ده كان أسوأ يوم في حياة أولي، وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر وبنشوف أولي وهو بيحاول يهرب من طائر الجافن اللي بيطارده، ولكن فجأة طائر الجافن ده بيخاف من حاجة معينة وبيهرب بسرعة، وساعتها أولي بيستغل الفرصة وبياخد الأكل اللي هو جمعه وبينزل المخبأ بتاع كائنات البوكو. وفي المخبأ ده بنشوف والد أولي وهو مجتمع باللي باقي من عشيرته وبيفهمهم إن مخزون الطوارئ بتاعهم خلص تماما، وإنهم لو ملاقوش حل هيموتوا كلهم من الجوع في فصل الشتاء. وفي اللحظة دي كل اللي موجودين بيتصدموا من اللي سمعوه، وكمان أولي بيحزن جدا وبيحس باليأس الشديد، وده لما بيشوف الحزن في عيون كل واحد من عشيرته بسببه. وبعدها أولي بيروح لوالده بيحاول يفرحه بثمرة البيبلت اللي معاه، ولكن وقتها والده ما بيقدرش يبص في عينيه وبيسيبه وبيمشي وهو حزين. وفي الوقت ده أولي بيفضل يلوم نفسه لأن كل اللي حصل كان بسببه، وإن الحال ما كانش هيوصل بيهم للدرجة دي لو ما كانش ساعد عصفورة الجافن الصغيرة. وفجأة أولي بياخد باله من انعكاس ضوء الشمس على القطع الزجاجية من الإناء، وبيفتكر إن ده هو السبب اللي خلى طائر الجافن يبعد عنه، فبتجيله فكرة عبقرية وبيروح ياخد قطع الزجاج وبيخرج من المخبأ وبيبدأ يعكس ضوء الشمس في عيون كل طيور الجافن. والمفاجأة إن طيور الجافن بيتأثروا جدا وبيطيروا وبيهربوا من الجزيرة واحد ورا التاني، فبينبهر أولي من اللي بيحصل وبيكمل تنفيذ خطته وبيستمر في طرد طيور الجافن من على الجزيرة وهو في قمة سعادته. ولكن فجأة واحدة من طيور الجافن بتتعصب من اللي هو بيعمله، ولما بتروح علشان تنقض عليه أولي بيشتت رؤيتها وبيخليها تصطدم بيه، وبسبب قوة الاصطدام أولي بيقع جوه حفرة مليانة خيوط مضيئة شكلها غريب، وفجأة الخيوط دي بتتقطع وبتوقعه وبتوصله لواحدة من النباتات السحرية المضيئة. وفي اللحظة دي أولي بيتأكد إن الحكاية اللي جدته حكتها له كانت حقيقية، وبيبان إنه منبهر جدا بجمال النبتة السحرية، ولكنه بالرغم من كده بيحاول يبعد عنها وبيفضل يلوم طائر الجافن اللي وقعه في الحفرة وما بيبقاش عارف إزاي هيخرج منها. وفجأة الخيوط اللي شايلة أولي بتتقطع كلها وبتوقعه فوق النبتة السحرية. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف والدة أولي وكمان أصدقائه وهم بيدوروا عليه، واللي بمجرد ما بيسمعوا صوته خارج من الحفرة بيروحوا ناحيتها بسرعة، ولما أولي بيخرج لهم بيترعبوا جدا وبيجروا بسرعة وبيبعدوا عنه. وفي اللحظة دي بندرك إن النبتة السحرية حولت أولي لطائر جافن، وساعتها أولي ما بيبقاش عارف اللي حصل معاه وبيكون مستغرب من رد فعلهم، وبيطلب من والدته وأصدقائه إنهم يساعدوه ولكنهم بيبقوا خايفين منه. والمصيبة إنهم أول ما بيسمعوا صوت أولي بيفهموا إن طائر الجافن أكله، فبيجروا وراه وبيفضلوا يطاردوه وبيهاجموه، ومفيش حد منهم بيصدق إن ده هو أولي اللي بيخاف جدا وبيحاول إنه يهرب منهم، ولكنهم بيحاصروه في نهاية حافة المنحدر. ولأن أولي ما بيقدرش يطير بيقع من على الحافة وبينزل وسط الأشجار وبيفقد الوعي. وفي تاني يوم الصبح أولي بيفوق وبيبان إنه مش في وعيه تماما وما بيكونش لسه عارف إنه اتحول لطائر من طيور الجافن، وبيتخض جدا لما بيدرك إنه بعد عن جزيرة كائنات البوكو، وبيترعب من الحيوانات الغريبة اللي بيشوفها لأول مرة في حياته، وبيترعب أكتر لما بيلاقي 3 من طيور الجافن طايرين فوقه، فبيجري بسرعة وبيدخل جوه جذع شجرة علشان يستخبى منهم. ولكن فجأة قائدة طيور الجافن بتخضه وبتخليه يخرج بسرعة، وساعتها أولي بيخاف جدا وبيمسك عصاية وبيحاول يخوفهم علشان ما يقربوش منه. وفي اللحظة دي قائدة
الطيور الجافن بتستغرب من تصرفاته العدوانية وبتحاول تهديه وتطمنه وبتفهمه إنها هي اللي أنقذت حياته امبارح، وبتبدأ تعرفه على نفسها وبتقوله إنها قائدة طيور الجافن وإن اسمها آيفي، وبتوضح له إن الطيور اللي معاها دول هم إخواتها الصغيرين اللي بيفضلوا يتريقوا عليها وبيفكروها بالطريقة اللي هي أنقذته بيها، وبيشرحوا لها إنه هي بتجيبه من جزيرة كائنات البوكو خبطت دماغه في صخور كتير، وإن ده هو السبب اللي مخليه مش مركز وخايف منهم بالشكل ده. وفي اللحظة دي أولي بيستغرب من إنه فاهم كلام طيور الجافن وما بيبقاش مستوعب إزاي ده بيحصل ومش فاهم ليه هم مش بيهاجموه. وبعدها أولي بياخد باله من الأجنحة بتاعته وبيستغرب جدا وبيدرك إنه اتحول لواحد من طيور الجافن وبيحاول يخرج منه، وساعتها آيفي وإخواتها بيستغربوا من تصرفاته وبيشكوا إنه مجنون، وبيستغربوا أكتر لما بيشوفوه هو بيتخانق مع خنفسة وما بيبقوش عارفين هو بيعمل إيه وإزاي فاهم كلامها. وعلشان كده آيفي بتقرب من أولي وبتبدأ تتكلم معاه وبتعرفه إنها جرجرت راسه في المية وخبطتها في صخور كتير، وبتشرح له إن ده هو اللي خلاه مش مركز ومش مدرك الوضع اللي هو فيه. ولما أولي بيركز شوية في ملامح آيفي بيدرك إن هي اللي هاجمته ووقعته في الحفرة، فبيتعصب عليها وبيفضل يزعق لها وبيعرفها إن اسمه أولي وإنه من كائنات البوكو. فبتستغرب آيفي هي وإخواتها من كلام أولي وبيبقوا شايفين إنه خلاص اتجنن، وبيقرروا إنهم ياخدوه معاهم لصخرة طيور الجافن علشان يعالجوه، ولكنهم فجأة بيترعبوا أول ما بيسمعوا صوت عواء ذئب بيقرب منهم. وفي اللحظة دي آيفي بتدرك إنهم في خطر كبير وبتطلب من أولي إنه يطير معاهم، ولكن وقتها أولي بيفهمها إنه ما بيعرفش يطير، ولأن آيفي ما بتبقاش عارفة تتصرف إزاي بتضطر تنفذ حيلة معينة وبتخلي إخواتها يثبتوا أولي على الأرض وبتبدأ تلطخه بالطين علشان الذئب ما يشمش ريحته. وبعدها إخوات آيفي بيطيروا علشان يروحوا لصخرة طيور الجافن، أما آيفي فبتخبي أولي تحت أغصان الشجر وبتطير هي كمان وبتهرب من المكان. وفجأة صوت العواء بيقرب أكتر وبيظهر ذئب شجري وبيبان إنه شرس جدا، فبيترعب أولي وبيبقى فاهم إن ده هو الذئب الناري وبيطمن لأنه ما أخدش باله من وجوده. وبعد شوية بنشوف أولي وهو متضايق وبيحاول ينظف نفسه بمية النهر، واللي بيتفاجئ لما بيخرج له كائن غريب على شكل سمكة من المية، وساعتها أولي بيشبه عليه وبيكون حاسس إنه شافه قبل كده، وبيفرح لما بيدرك إنه نفس السمكة اللي قابلها في المية وهو صغير. وساعتها الكائن ده بيبدأ يتكلم معاه وبيعرفه بنفسه وبيقول له إن اسمه بوجل وبيفهمه إنه السمكة الوحيدة من نوعه في النهر كله. فبينبهر أولي من شكله وبيعرفه على نفسه هو كمان، وبيحكي له إنه بسبب النبتة السحرية اتحول من كائن بوكو لطائر جافن. فبيستغرب بوجل من كلامه وبيتعاطف معاه وبيبان إنه عاوز يساعده، وبيعرفه إنه شاف نبتة سحرية زي اللي هو حكاله عنها قبل كده، وبيأكد له إنها موجودة قريب منهم وتحديدا عند شجرة معينة في الغابة. فبيفرح أولي وبيشكر بوجل وبيقرر إنه يروح يدور عليها. وأثناء الطريق آيفي بتيجي تتكلم مع أولي وبتحذره من إنه يمشي لوحده، وبتفكره إنها طلبت منه يستخبى علشان الذئب الشجري ما يشوفوش، ولكن وقتها أولي ما بيهتمش بكلامها وبيكمل طريقه، وبيفرح أول ما بيشوف النبتة السحرية وبيجري ناحيتها علشان يروح ياخدها. وبالرغم من إن آيفي ما بتبقاش عارفة هو عاوز يعمل إيه إلا إنها بتقرر تساعده، وبتروح تقف جنب النبتة السحرية علشان تجيبها له، ولكنها بمجرد ما بتقول بوكو وبتلمس النبتة بتتحول فجأة لكائن بوكو صغير. فبيتصدم أولي من اللي حصل لأن دي كانت فرصته الأخيرة وخلاص ضاعت. وفي الوقت ده آيفي بتكون مستغربة ومش مدركة إنها اتحولت لكائن بوكو وبتحاول تطير، ولكنها في كل مرة بتقع وما بتبقاش فاهمة السبب. وبعدها آيفي بتاخد بالها من الفرو اللي عليها وبتتصدم جدا وبتدرك إنها اتحولت لكائن بوكو وبتفضل تتريق على نفسها. فبيتعصب أولي من كلامها وبيسيبها وبيمشي وهو متضايق، وبالرغم من كده آيفي بتفضل ماشية وراه وبتحاول تستفزه لحد ما بيوقعها في النهر. وبعد شوية أولي بيرجع لبوجل وبيسأله إذا كان يعرف مكان نبتة سحرية تانية، وفجأة آيفي بتيجي وبتقاطع كلامهم وبتستغرب لما بتلاقي نفسها فاهمة كلام بوجل. وساعتها أولي بيوضح لها إن ده بسبب قدرات النبتة السحرية، وبيشرح لها إنها تقدر تفهم كلام كل الحيوانات اللي موجودة في الوادي. وفي الوقت ده أولي وآيفي بيبدأوا يتخانقوا مع بعض وبيفضل كل واحد منهم يلوم التاني على اللي حصل. فبيقاطعهم بوجل وبيحاول يهديهم وبيعرض عليهم إنه يساعدهم، وبيعرفهم إنه من وقت انهيار الصخور اللي عملت سد في النهر وهو عايش لوحده، وعلشان كده كان بيتحرك كتير وقدر إنه يكتشف كل الأماكن اللي موجود فيها النباتات السحرية. وبيعرفهم إن النباتات السحرية دي بتبقى موجودة مع كائنات الديزو الميتة، وإن أقرب كائن منهم موجود عند الشلال العظيم اللي ورا الوادي، ولما بيجي يحذرهم من حاجة معينة موجودة هناك بيلاقيهم اختفوا. وبنروح بعدها لأولي وآيفي وبنشوفهم وهم بيتسلقوا
التلال علشان يوصلوا للشلال العظيم. وفي الوقت ده بيبان إن أولي بيواجه صعوبة كبيرة في التسلق بسبب أجنحته الكبيرة، وفجأة هو وآيفي بيسمعوا صوت عواء وبيجروا علشان يستخبوا بسرعة، وبيستغربوا لما بيلاقوا صوت العواء ده الذئب شجري صغير بيدور على والده، وما بيكونوش واخدين بالهم من الذئاب الشجرية المفترسة اللي بتظهر من وراهم، وبمجرد ما بياخدوا بالهم بيترعبوا وبيجروا بسرعة على أمل إنهم يهربوا منهم. وكالمتوقع أولي ما بيبقاش قادر يطير وبيفضل ينط من مكان للتاني وهو شايل آيفي، وبالصدفة بيقع على جذع شجرة بياخدهم هما الاتنين وبيعديهم للناحية التانية من الجبل. ولكن بالرغم من كده الذئاب الشجرية بتروح وراهم وبتفضل تطاردهم، وبتستمر المطاردة دي لحد ما أولي وآيفي بيدخلوا الكهف معين. وعلى غير المتوقع الذئاب الشجرية بتخاف تدخل لنفس الكهف ده وبتهرب بسرعة. وفي اللحظة دي آيفي بتشم ريحة الخطر بفضل حاسة الشم القوية لكائنات البوكو، وبمجرد ما أولي بيرمي حجر على الجذور اللي هم واقفين فوقها بيلاقيها اتحولت لتعابين سامة وخطيرة، فبيتصدم هو وآيفي وما بيبقوش عارفين يخرجوا من الكهف بسبب الذئاب الشجرية اللي مستنيينهم بره، وبيترعبوا أكتر لما التعابين بتقرب منهم وما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي. وساعتها آيفي بتجيلها فكرة مجنونة وبتحاول تهدي أولي، وبتفهمه إن تعابين الجذور دي ما بتسمعش نهائيا ولكنها بتستشعر الحركة. وفي اللحظة دي أولي بيفهم اللي هي بتفكر فيه وبيطلب منها تستخدم حاسة شم كائنات البوكو علشان تقدر تستشعر مكان الجذور الحقيقية. وفعلا هما الاتنين بيتعاونوا مع بعض وبيبدأوا في تنفيذ خطتهم، وبتبدأ آيفي تغمض عينيها وبتستخدم حاسة الشم القوية اللي عندها وبتقدر إنها تعرف مكان التعابين اللي موجودة بين الجذور. وبالرغم من إن أولي ما بيبقاش واثق فيها إلا إنه بيضطر يمشي ورا تعليماتها، وبيبان إنه خايف ومرعوب جدا من اللي ممكن يحصل، وبيفضل ينط من مكان للتاني بمنتهى الحذر من غير ما يلمس أي تعبان. وده لحد ما بيقدروا يعدوا من كهف التعابين وبيفضلوا يتريقوا على الذئاب الشجرية اللي بتتعصب وبتفضل تعوي وبتتسبب في انهيار جزء من الكهف على التعابين. وفي اللحظة دي التعابين بتفوق وبتجري ورا أولي وآيفي وبتطاردهم، وفعلا بتقدر إنها تحاصرهم على جذع شجرة. ووقتها أولي وآيفي ما بيبقاش قدامهم خيار غير إنهم ينطوا، وكالمتوقع آيفي بتحاول تشجع أولي إنه ياخدها ويطيروا، وبتروح تزقه وبتنط وراه وبيقعوا هما الاتنين من مسافة عالية جدا. وفي اللحظة دي آيفي بتقرب من أولي وبتفضل تهديه وبتشرح له إزاي يستخدم أجنحته علشان يعرف يطير وإلا هيموتوا. ولما أولي بيجي ينفذ تعليماتها بيقدر إنه يتحكم في نفسه وبيطير على آخر لحظة، وبيستجمع كل تركيزه وبيعدي من كل العقبات اللي بتقابله، وكمان بيقرب من غزلان الأشجار وبيطير وسطهم بكل سهولة، وبينطلق بسرعة وبيطلع لفوق في السماء وبيبان إنه فرحان جدا ومستمتع بالطيران. وبعدها بينزل بأقصى سرعته وبيمسك آيفي وبيطير بيها فوق النهر، ووقتها بيظهر قد إيه هما مستمتعين بوقتهم مع بعض. وفي نهاية اليوم هما الاتنين بيطلعوا لقمة جبل عالي فوق السحب، وده علشان يستريحوا في مكان آمن ويفكروا هيعملوا إيه. وفي الوقت ده أولي بيشكر آيفي علشان أنقذت حياته وعلمته الطيران، فبتستغرب آيفي من كلام أولي وبتعرفه إن مفيش حد شكرها قبل كده. ولما بتحس إنه جعان بتروح تجيب له جذع شجرة وبتخليه ياكل منه بالرغم من إن طعمه وحش جدا. وبتبدأ آيفي تتكلم مع أولي عن حياتها وبتحكي له عن نفسها أكتر، وبتوضح له إن بعد رحيل كائنات الديزو كل طيور الجافن فقدوا مصدر أكلهم الوحيد، وده لأنهم كانوا بياكلوا من ثمار الفاكهة اللي موجودة على الأغصان بتاعتهم، وبسبب قلة الأكل هم عاشوا في مجاعة شديدة وما قدروش يستحملوا، وإن ده تسبب في موت والدها ووالدتها وكمان كل أصدقائها. وبتكمل كلامها لأولي وهي حزينة جدا وبتفهمه إنها الأخت الكبيرة وعلشان كده كان لازم توفر أكل لإخواتها الصغيرين وإلا هيموتوا. وبتسترجع ذكرياتها في الماضي أيام ما كانت لسه صغيرة، وبتقول لأولي إنها في يوم من الأيام قابلت كائن بوكو لطيف، وإن الكائن ده هو اللي علمها إزاي تفتح ثمرة البيبلت، وإن بسبب اللي هو عمله معاها ده هم لسه عايشين لحد دلوقتي. وفي اللحظة دي أولي بيدرك إن آيفي هي العصفورة الصغيرة اللي هو قابلها زمان، وبيفتكر لما علمها إزاي تفتح ثمرة البيبلت وقد إيه هو تسبب في تدمير حياته هو وكل عشيرته. وبعد شوية آيفي بتسيب أولي وبتروح علشان تنام، ومن ناحية تانية أولي بيفضل يفكر وبيبقى مصدوم جدا وبيبان إنه حزين وندمان على اللي حصل بسببه. وفي تاني يوم أولي بياخد آيفي وبيروحوا للشلال العظيم، وهناك بيلاقوا كائن الديزول ميت وبيحاولوا يقربوا منه، وبيتصدموا هما الاتنين لما بيشوفوا الذئاب الشجرية موجودة في المكان، وبيعرفوا إن ده هو الوكر اللي هما عايشين فيه. ولما بيشوفوا بوجل في النهر بيقرروا يروحوا له علشان يعرفهم إزاي هيقدروا يقربوا من النبتة السحرية. وفعلا هما الاتنين بيروحوا لبوجل اللي بيعتذر لهم لأنه نسي
يعرفهم إن ده وكر الذئاب الشجرية، وبيقترح عليهم إنه يساعدهم ويشتت لهم الذئاب الشجرية علشان يجيبوا له نبتة سحرية معاهم، وده لأنه وحيد وعاوز يتحول لأي كائن تاني علشان يكون عنده أصدقاء. وكالمتوقع الفكرة بتعجب أولي وآيفي، وبيوعدوا بوجل إنهم هيجيبوا له نبتة سحرية، وبيبدأوا هما التلاتة في تنفيذ خطتهم. وبنشوف بوجل وهو بيمثل إنه بيموت على صخرة، وبمجرد ما الذئاب الشجرية بتشوفه بتنطلق ناحيته وبتنقض عليه علشان تاكله. ولكن قبل ما ده يحصل بوجل بينط في المية من تاني وبيحاول يشتتها. ومن ناحية تانية أولي وآيفي بيستغلوا الفرصة وبيروحوا لمكان النبتة السحرية، ولما بيلاقوها نبتة واحدة بس آيفي بتقترح إنها تاخدها وتتحول لطائر جافن، وبتوعد أولي إنها تساعده لحد ما يلاقي نبتة تانية. ولكن وقتها أولي بيرفض وبيمنعها، وبيعرفها إن مصير عشيرته متوقف عليه، وبيعترف لها إن هو كائن البوكو الصغير اللي علمها تفتح ثمرة البيبلت أول مرة، وبيفهمها إنه بسبب إنه وثق فيها طيور الجافن احتلت جزيرتهم وأكلت المخزون بتاعهم، وإن الحال انتهى بيهم وهم عايشين في الجحور ومش لاقيين حاجة ياكلوها، وعلشان كده هو مستحيل يثق فيها تاني. وبيأكد لها إنهم هيموتوا بسببه، وبيفضل يلوم نفسه على اللي هو عمله وهو صغير، وبيفهمها إن والده ما بيقدرش يبص في عينيه لحد دلوقتي علشان هو وثق فيها من البداية. فبتحزن آيفي وبتتأثر جدا بالكلام اللي بتسمعه. وفجأة الذئاب الشجرية بتوصل للمكان وبتحاصرهم هما الاتنين، وساعتها أولي وآيفي بيخافوا جدا وبينادوا على بوجل علشان يساعدهم. وأثناء ما هما بيحاولوا يهربوا من الذئاب الشجرية بيقعوا على النبتة السحرية، وبسبب اللي حصل ده هما الاتنين بيتحولوا لسمكة وبيقعوا مع الشلال، وبينزلوا للنهر وبيقابلوا بوجل اللي بيستغرب جدا لما بيشوفهم وبيسألهم عن اللي حصل لهم. وفي اللحظة دي آيفي بتفضل تفكر وتربط الأحداث ببعضها وبتفهم اللي حصل، وبتشرح له إن النبتة السحرية بتحولهم للحاجة اللي هما بيقولوا عليها قبل ما يلمسوها. وفي الوقت ده أولي بيقاطعها وبيلومها لأنهم اتحولوا لسمكتين بسببها، وبيتعصب جدا وبيفضل يزعق لها لأنه بكده مستحيل يقدر ينقذ عشيرته، وبيأكد لها إن قدرهم مش واحد وعلشان كده لازم ينفصلوا عن بعض، وبيسيبهم وبيمشي. ولكن وقتها بوجل بيوقفه وبيحاول يهديه وبيطلب منه يفضل معاهم، وبيوضح له إنه لسه يعرف أماكن نباتات سحرية كتير. وفعلا أولي بيهدى وبيضطر يروح معاهم علشان يوصل لمكان نبتة سحرية تانية. وأثناء الطريق بوجل بيعرف أولي إن في نباتات سحرية كتير موجودة على قمة شلال الصخور، وبيشرح له إن الشلال ده يعتبر أخطر مكان في الوادي، وإنهم علشان يوصلوا للنباتات السحرية لازم يتعاونوا مع بعض. وبيحكي له هو وآيفي إنه قضى وقت طويل وهو عايش في النهر لوحده، وإنه طول الوقت ده كان حاسس إنه ناقصه حاجة مهمة لحد ما أدرك إنه وحيد. وبيأكد لهم إن الوحدة أسوأ حاجة ممكن تحصل لأي كائن. وفي الوقت ده بيبان على آيفي إنها حزينة جدا وحاسة بالذنب الشديد بسبب اللي هي عملته، وعلشان كده بتروح تقرب من أولي وبتبدأ تحكي له القصة من البداية، وبتفهمه إنهم لما اتقابلوا وهم صغيرين إخواتها ما كانوش أكلوا من أيام، وبسبب إنه كان لطيف معاها وعلمها إزاي تفتح ثمرة البيبلت قدرت تنقذ إخواتها. وبتأكد له إنه السبب في إنقاذ كل طيور الجافن وعلشان كده ما نسيتوش من وقتها، وبتعتذر له عن اللي هي عملته، وبتفهمه إنها ما كانتش مدركة إن حياة عشيرته اتدمرت بسببها. وبعد شوية أولي وآيفي وبوجل بيوصلوا لشلال الصخور اللي بيبقى موجودة على قمته مجموعة كبيرة من النباتات السحرية. وبمجرد ما أولي بيشوف النباتات السحرية دي بيفرح وبيتحمس جدا وبينطلق بكل قوته ناحيتها، ولكنه للأسف ما بيقدرش يطلع للشلال وكل محاولاته بتفشل. وساعتها بوجل بيوقفه وبيفهمه إنهم لازم يتعاونوا مع بعض، وفعلا بياخدوا هو وآيفي وبينطلقوا هما التلاتة ناحية الشلال، وبيفضلوا يعوموا كأنهم سمكة واحدة علشان يوصلوا للنباتات السحرية. وبفضل تعاونهم مع بعض بيقدروا يتسلقوا أول جزء من الشلال، وقبل ما يتسلقوا الجزء اللي بعده بتظهر مجموعة كبيرة من دببة الصخور المخيفة، واللي بتبدأ تحاوطهم وبتهاجمهم بكل عنف وبتفرقهم عن بعض. وساعتها كل واحد منهم بيعوم بسرعة وهو بيتفادى هجمات دببة الصخور، ولكن وقتها بوجل بيقدر يجمعهم مع بعض من تاني وبياخدهم وبيعوموا بكل قوتهم وبيطلعوا للجزء التاني من الشلال. وهناك بيتصدموا لما بيلاقوا الذئاب الشجرية مستنياهم عند النباتات السحرية، وما بيبقوش عارفين هم المفروض يعملوا ايه او يتصرفوا ازاي. ولحسن الحظ في اللحظة دي الذئب الصغير بيقع على غصن شجرة وبيشتت الذئاب الكبيرة اللي ما بتقدرش توصل له وبتبقى عاوزة تنقذه بأي طريقة. وساعتها أولي بيدرك إن الذئب الصغير ده لو وقع من مكانه دببة الصخور هتفترسه، وكالمتوقع أولي ما بيرضاش إن يتخلى عنه وبيروح ينط ناحيته، وبيتعاون مع آيفي وبوجل وبينقذوا الذئب الصغير ده على آخر لحظة. وبسبب اللي حصل ده قائد الذئاب الشجرية بيبص لأولي
أولي بكل احترام وبيشكره لأنه أنقذ حياة ابنه. وبعد شوية أولي وآيفي وبوجل بيكملوا طريقهم وبيتعاونوا مع بعض وبيقدروا يوصلوا للنباتات السحرية اللي بتبقى عددها كبير جدا. وبمجرد ما أولي وآيفي بيلمسوا النباتات السحرية كل واحد منهم بيرجع لشكله الطبيعي وبيحضنوا بعض هما الاتنين وهم فرحانين ومبسوطين. وبعدها بيروحوا لبوجل وبيسألوه إذا كان ناوي يتحول لكائن بوكو أو لطائر جافن، فبيرد عليهم بوجل وبيقول لهم إنه لسه هيختار وبينط ناحية النباتات السحرية وهو بيقول الذئب الناري. فبيتصدم أولي هو وآيفي من اللي سمعوه وبيشوفوا إن بوجل اتحول لذئب ناري فعلا. وساعتها بوجل بيفضل يتريق على أولي وآيفي وبيعترف لهم إنه الذئب الناري اللي كان بيحكم الوادي، وبيحكي لهم إن كائنات الديزو هي اللي خدعته وحولته للسمكة دي، وبيعرفهم إن هو اللي صنع السد وطرد كائنات الديزو من الوادي. فبيتضايق أولي هو وآيفي من كلامه وبيسألوه عن سبب كرهه لكل الحيوانات. وساعتها الذئب الناري بيبدأ يحكي لهم قصته من البداية وبيعرفهم إنه كان أضعف حيوان في القطيع بتاعه، وكمان كل اللي حواليه كانوا بيتريقوا عليه وسابوه لوحده، وعلشان كده هو استغل النبتة السحرية وتحول لذئب ناري وحرق الوادي. ولكن وقتها كائنات الديزو خدعته وحولته لسمكة، ومن وقتها وهو عايش وحيد في النهر. وبيشكر أولي لأنه وثق فيه وساعده وإن بفضله هو قدر يرجع ذئب ناري من تاني. ولما آيفي بتروح ناحية النباتات السحرية الذئب الناري بينقض عليها وبيهاجمها وبيرميها على الأرض، وبيفضل يتريق على أولي وبيأكد له إنه هيرجع يحكم الوادي، وبيروح يحرق النباتات السحرية وبيسيبه هو وآيفي وبينطلق. وفي الوقت ده أولي بيبقى مصدوم من اللي حصل، ولما بيجي يطمن على آيفي بيلاقيها في حالة خطيرة وبيحزن جدا، وعلشان ينقذها بيقرر إنه ياخدها لصخرة طيور الجافن، وبيصنع حامل وبيربطه بحبل قوي وبيثبتها عليه وبيسحبها بكل قوته. وبالرغم من وزنها التقيل أولي بيرفض إنه يتخلى عنها وبيتسلق الصخور واحدة ورا التانية من غير ما يستسلم أو يتراجع، وبيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوصل لقمة الجبل. وبعد شوية بيبان عليه إنه مرهق جدا ومش قادر يكمل، ولكنه بالرغم من كده ما بيتخلاش عن آيفي وبيكمل طريقه، وده لحد ما بيوصل لصخرة طيور الجافن وبيطلب المساعدة من الطيور اللي هناك وبيفقد الوعي. وبعد شوية أولي بيفوق في واحد من أعشاش طيور الجافن وبيحزن جدا لما بيشوف آثار آيفي وبيفهم إنها خلاص ماتت. ولكن المفاجأة إن آيفي بتظهر من وراه وبتخضه، فبيفرح أولي لأنها لسه عايشة وبيروح يحضنها وهو فرحان جدا. ومن ناحية تانية آيفي بتحضنه هي كمان وبتشكره لأنه أنقذ حياتها. وفي الوقت ده أولي بيفتكر إنه ساعد الذئب الناري وبيقول لآيفي إنه بكده هيرجع يهدد حياة الحيوانات اللي في الوادي من تاني. وفي اللحظة دي آيفي بتحاول تواسيه وتخفف عنه وبتاخده وبيخرجوا بره العش. وأثناء ما هما ماشيين أولي بيشوف مجموعة كبيرة من طيور الجافن، وساعتها آيفي بتتكلم مع أولي وبتعتذر له عن الأذى اللي هي تسببت فيه لعشيرته، وبتفهمه إنه لولا هو ساعدها وهم صغيرين كانت معظم طيور الجافن ماتت من الجوع. وفي اللحظة دي عصافير الجافن الصغيرة بتيجي وبتحيي أولي وهي فرحانة بيه. وفجأة كل اللي موجودين بيتصدموا لما بيشوفوا الحريق العملاق اللي الذئب الناري تسبب فيه. وكالمتوقع آيفي بتجمع كل طيور الجافن وبتطلب منهم يساعدوا كل الحيوانات اللي في الوادي قبل ما يموتوا. وفي اللحظة دي إخوات آيفي بيساعدوها وبيتكلموا مع باقي طيور الجافن وبيقولوا لهم إن أختهم الكبيرة ممكن تكون متسلطة ومزعجة، ولكنها بالرغم من كده ممكن تضحي بحياتها علشان تساعد غيرها. وبيفكروهم زمان لما أنقذتهم كلهم قبل كده لما تعرضوا لمجاعة شديدة، فبتتأثر آيفي هي وكل طيور الجافن بكلام إخواتها الصغيرين، وبيقرروا كلهم يساعدوا الحيوانات اللي في الوادي قبل ما يموتوا. وفعلا آيفي بتاخد أولي وبتنطلق، وكمان طيور الجافن بينزلوا وراها للوادي اللي بيبقى مشتعل تماما. وبالرغم من خطورة الموقف اللي هم فيه بينتشروا في كل مكان وبيبدأوا يساعدوا الحيوانات المحاصرة بين النيران وبيوصلوهم للشاطئ. وقبل ما فأر من الفيران يقع في النهر آيفي بتيجي وبتنقذه وبتوصله للشاطئ مع باقي الحيوانات. وللأسف الشديد النار بتقرب منهم وبتحاصرهم من كل مكان، وساعتها الحيوانات ما بتبقاش عارفة هي المفروض تعمل ايه أو تتصرف ازاي. ولكن فجأة أولي بتجيله فكرة ان ينقلهم لجزيرة كائنات البوكو لأن ده المكان الوحيد الآمن في الوادي كله. وعلى غير المتوقع الذئاب الشجرية بتيجي وبتنضم لهم، وبيجي القائد بتاعهم وبيشكر أولي لأنه أنقذ حياة ابنه وبيقرر يساعدهم. وبتبدأ الذئاب الشجرية تستخدم جذوع الشجر اللي الحيوانات بتطلع فوقها وبينطلقوا بيها في النهر وبيتعاونوا كلهم مع بعض وبيعوموا علشان يقدروا يوصلوا لجزيرة كائنات البوكو، وده على أمل إنهم يبعدوا عن النيران المنتشرة في كل مكان. وعلى جزيرة كائنات البوكو بنشوف والد ووالدة أولي اللي بيتفاجئوا
بيتفاجئوا لما بيلاقوا ابنهم جاي عليهم مع باقي الحيوانات، وكالمتوقع والد أولي بيبقى خايف من الحيوانات اللي بتقرب من الجزيرة بتاعتهم. وفي اللحظة دي الذئب الصغير بيقع في النهر وبيبقى على وشك إنه يغرق، ولكن وقتها أولي بيستجمع شجاعته وبيروح له وبيحاول ينقذه. وفي اللحظة دي آيفي بتنضم له وبتمسك الذئب الصغير وفعلا بيقدروا يخرجوه من المية. وبعدها أولي بيروح لوالده وبيفهمه إن الحيوانات دي مش وحوش زي ما هو متخيل، وإنهم لازم يساعدوهم مهما حصل وإلا كلهم هيموتوا. وبيأكد له إن القصة اللي جدته حكتها له زمان كانت حقيقية، وإن بسبب اللي هو مر بيه اتعلم حاجة مهمة، وهي إنهم بيبقوا أقوى لما بيثقوا في بعض. فبيتأثر والد أولي بكلام ابنه وبيثق فيه وبيروح يساعد الذئب الصغير. وبتبدأ باقي الحيوانات تطلع لجزيرة كائنات البوكو، ولكن فجأة كل اللي موجودين بيترعبوا لما بيشوفوا الذئب الناري، وبيلاحظوا إنه بينط على جذع شجرة وبيجدف علشان يوصل لجزيرتهم. وفي اللحظة دي أولي بتجيله فكرة وبيطلب من آيفي تيجي وراه، وفعلا آيفي بتعمل كده، وبيروحوا هما الاتنين لمكان الحفرة اللي النبتة السحرية كانت موجودة فيها. وهناك أولي بينط جواها وبينزل للمكان اللي هو وقع فيه قبل كده، وبيبدأ يستخدم الخيوط اللي كانت متوصلة بالنبتة السحرية علشان يتواصل مع كائنات الديزو، وبيفضل يترجاهم يساعدوه ويبعتوا له نبتة سحرية تانية. والمفاجأة إن الخيوط بتبدأ تنور وبتكون نبتة سحرية جديدة. وفي اللحظة دي أولي بيلمسها وبيخرج من مكانه بعد ما تحول لواحد من كائنات الديزو. ومن ناحية تانية كل الحيوانات بتنبهر لما بتشوفه. وبعد شوية بنشوف أولي وهو متجه ناحية الذئب الناري، وبيبدأ إنه يهاجمه بموجات مائية عملاقة وبيطيره بعيد وبيطفي ناره، وبيروح يقرب منه أكتر وبيحاصره وبيكون نبتة سحرية جديدة. وفي اللحظة دي آيفي بتتدخل وبتاخدها وبترميها عليه علشان تحوله لسمكة زي ما كان. ولكن فجأة الذئب الناري بيستجمع قوته وبيقدر إنه يحرقها، وبيروح ينقض على أولي وبيطلع فوقه وبيبدأ ينشر النار في كل أغصانه. وللأسف أولي ما بيبقاش قادر يعمل أي حاجة غير إنه يتراجع فوق السد اللي قافل الوادي. وبعدها الذئب الناري بيحاصر أولي اللي ما بيبقاش قادر حتى إنه ينط في المية، وده لأن كائنات الديزو ما بتعرفش تعوم في المية العميقة. وفي الوقت ده الذئب الناري بيفضل يقرب من أولي وهو بيتريق عليه، وده لأنه مستحيل يعيد السلام للوادي وبيحاصره في مكانه. وقبل ما ينقض عليه بيكتشف إن أولي مسكه من رجليه وثبته في الصخرة اللي هو واقف فوقها، وكمان بينشر أغصانه ما بين الصخور اللي قافلة الوادي علشان يدمر السد. وفجأة أولي بيستجمع كل قوته وبيسحب الصخور دي من مكانها، وبيقدر إنه يوقع الذئب الناري وسط صخور السد اللي بينهار تماما. وبعدها أولي بيبص لوالده ووالدته بيودعهم وبيقع مع انهيار الصخور وبينزل في المية. وفي اللحظة دي والده ووالدته بيتصدموا جدا وبيحزنوا لما بيشوفوا اللي حصل لابنهم. أما آيفي فبتفضل تناديله وهي بتصرخ وبتدور عليه وسط انجراف الصخور والمية، ولكنها للأسف ما بتلاقيهوش. وبعد محاولات كتير جدا آيفي بترجع لوالد ووالدة أولي اللي بيحزنوا جدا على فراق ابنهم. ومع مرور الوقت الوادي بيرجع لطبيعته من تاني، وده بفضل المية اللي رجعت للوادي وخلت الأشجار تنمو من جديد. ومن ناحية تانية بنشوف كل الحيوانات وهم بيتعاونوا مع بعض في كل حاجة. وفي يوم من الأيام كائنات الديزو بترجع للوادي من تاني، وفي الوقت ده كل الحيوانات بتكون فرحانة ومنبهرة جدا من شكلها. ومن ناحية تانية طيور الجافن بيطلعوا فوقها وبياكلوا من ثمار الفاكهة اللي موجودة على الأغصان بتاعتها. وأثناء ما آيفي بتطير وسطهم بتتفاجئ لما بتشوف أولي على قمة واحد منهم، وبتطير ناحيته وبتحضنه وبتفرح جدا لأنه لسه بخير، وبتسأله عن اللي حصل له. وساعتها أولي بيعرفها إن كائنات الديزو هي اللي أنقذت حياته بفضل النبتة السحرية. وبعد شوية آيفي بتاخد أولي وبتنزله لوالده ووالدته اللي بيفرحوا جدا لما بيشوفوه وبيحضنوه. وأخيرا بنشوف كائنات الديزو وهي بتنحني احتراما لأولي بعد ما خاض مغامرة خطيرة اتعلم فيها معنى التعاون والصداقة، وكان السبب في إنقاذ الوادي وكل الحيوانات من الخطر. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.